في ليلة هادية في حارة ضلمة، كل حاجة فيها ساكتة إلا راجل واقف لوحده في نص العتمة جنب الحيطة، ماسك مسدس وإيده بتترعش، عينه على آخر الحارة، شايف خيالات بتقرب وصوت خطوات تقيلة. فجأة نور لمبة الشارع الضعيف بيكشف وشه، جروح قديمة مرسومة عليه بتحكي عن عذاب زمان. قلبه بيدق بسرعة، مش من الخوف على نفسه، لأ ده كان زمان. دلوقتي اللي مخوفه حاجة تانية خالص. صوت سرينة الشرطة بعيد بيقطع الصمت. الراجل أخد نفس عميق وقفل عينيه، ولما فتحها تاني لقي نفسه مش في الحارة دي خالص. ده كان كابوس بيفكره بماضيه. فاق من النوم مفزوع وهو بيهدي نفسه. خلصنا خلاص، كله راح. وفجأة المنبه بتاعه رن الساعة 6 الصبح. نور شمس خفيف متسرب من شباك أوضته ببسيطة. أمن على السرير وهو بيمسح العرق من على راسه. النهارده يومه الأول في المدرسة، في وظيفته الجديدة كمدرس. الأستاذ كارلوس زي ما بيقوا بينادوه هنا. مين كان يصدق إن زعيم عصابة سابق هيبقى مدرس في المدرسة؟ يمكن هو نفسه ساعات مش بيصدق. كارلوس راح المدرسة بدري عشان ياخد نفسه قبل ما يبدأ اليوم. مدرسته مدرسة حكومية بسيطة في حي هادي. الفصل بتاعه حوالي 30 طالب. أول ما جرس الحصة رن، كان واقف قدام السبورة ماسك الطباشير وبيحاول يخبي توتره بابتسامة هادية. الطلبة دخلوا فصل واحد ورا التاني بدوشة وزعيق وضحك، مش واخدين بالهم منه. في مجموعة عيال في آخر الفصل بيضحكوا بيتكلموا بصوت عالي، وولد واقف عند الباب بيهرج، حاول يوقع شنطة زميله وهو داخل. كارلوس سمح المنظر ده فرفع صوته: اقعدوا يا شباب، كل واحد يقعد مكانه. صوته كان هادي وفيه ثقة غريبة خلت الفصل يهدى في ثواني. كارلوس بدأ يعرفهم بنفسه: صباح الخير يا أولاد، أنا اسمي كارلوس، أنا مدرس الجديد بتاعكم. المادة اللي هدرسها مش مهمة قد المواد التانية، لكن يمكن تطلع أهم درس في حياتكم. الطلبة بصوا لبعض بحيرة وهمسوا لبعض. هو بيقول إيه ده؟ واحد منهم قال بصوت واطي اللي جنبه: هو الأجنبي ده عايز مننا إيه؟ كارلوس سمع الجملة بس عمل نفسه مش واخد باله. كمل وهو بيكتب اسمه على السبورة بخط كبير، وقال: هنا مكتوب كارلوس، بس ممكن تنادوني أستاذ كارلوس. في ضحكة خفيفة طلعت من بنت قاعدة في أول الصف، شكلها شايفة الاسم ظريف. ابتسم وقال: عارف إن اسمي غريب شوية عليكم، أنا أصلي مش من هنا، جيت من بلدة بعيدة عشان أشتغل مدرس وأبدأ حياة جديدة. في الظهر بعد كام حصة، كارلوس ابتدى ياخد باله من تفاصيل صغيرة. لاحظ ولد قاعد في آخر الفصل لوحده تقريبا، اسمه لويس، جسمه ضعيف ووشه عليه كدمة خفيفة جنب عينه. كل شوية عيل من العيال اللي قاعدين قدامه يحدف عليه ورق أو يرمي له كلمة ويضحكوا. الولد باين عليه مش مرتاح وبيبص على الأرض طول الوقت. وبرضه شاف بنت اسمها ماريا قاعدة في الصف التاني، هادية أوي مش بتتكلم خالص، وعينها في الكتاب طول الحصة كأنها عايزة تداري وشها. وفي مرة كارلوس نادى على اسمها عشان تجاوب على السؤال. رفعت راسها بسرعة وبخوف وقالت كلمتين بصوت واطي، بان لثواني علامات زرقاء على رقبتها قبل ما تعدل لياقة القميص وتغطيها. كمان لاحظ كارلوس ولد أكبر شوية من باقي الفصل، اسمه دييجو، قاعد في الركن الأخير سرحان ومش منتبه وبيرسم علامة غريبة على طرف الكتاب. العلامة دي عرفها كارلوس كويس، كان شبه رمز العصابة شافه قبل كده. قلبه اتقبض وقال لنفسه أكيد دي مش صدفة. خلص اليوم الدراسي الأول وعدى على خير، بس كارلوس وهو ماشي كان حاسس إن في حاجات كتير بتحصل مع العيال دي. افتكر نظرات الخوف اللي في عيون ماريا، وابتسامة السخرية اللي في وش الأولاد اللي بيضايقوا لويس، والرسمة اللي شافها عند دييجو. هو وعد نفسه إنه هيبعد عن مشاكل العنف والإجرام دي خالص، بس شكله مش هيعرف يهرب من المواجهة. اتنهد وهو بيقفل شنطته وبيبص للفصل الفاضي، وقال: يمكن ده سبب وجودي هنا، عشان أساعدهم. وبعد كام يوم حالة لويس لفتت نظر كارلوس أكتر. الولد ده كل يوم جاي المدرسة بعين مورمة جديدة أو خدش تاني في وشه، وأصحابه بيتريقوا عليه طول الوقت، وكم شاب من الفصل بيستنوه بعد المدرسة. في يوم قرر كارلوس إنه لازم يتصرف. انتظر بعد آخر حصة وشاف لويس وهو خارج لوحده ومستعجل، كأنه عايز يروح قبل ما حد يشوفه. لكن لسوء حظه كان في 2 من الولاد المستقويين مستنينه عند بوابة المدرسة. واحد منهم نفس الواد اللي حاول يهرج أول يوم. أول ما شافوه بدأوا يتلموا عليه وكأنهم بيصيدوا فريسة سهلة. واحد شد شنطة لويس من ظهره ووقعها على الأرض، والتاني زقه في الحيطة. لويس فضل يقول: سيبوني في حالي، سيبوني في حالي، بس مفيش فايدة. فضلوا يضحكوا وهما بيقربوا عليه أكتر. في اللحظة دي ظهر كارلوس بهدوء من وراهم، كان لابس جاكيت قديم وباين عليه جد شوية. قال بصوت هادي: سيبوا الولد. الولدين اتفاجئوا وبصوا حواليهم لحد ما شافوا المدرس الجديد. واحد منهم قال: وانت مالك، ده هزار بينا وبينه. وحاول يرجع يمسك لويس تاني، بس في ثانية كارلوس مسك ايد الولد قبل ما تلمس لويس. مسكة ايده كانت قوية بشكل غير متوقع، خلت الولد يتوجع ونزلت ايده غصب عنه. كارلوس بص في عينه وقال له بنبرة فيها هدوء مخيف: لو شفتك بتقرب منه تاني هتشوف وش تاني، فهمت؟ الولد حس بخوف
وفي لمحة شاف حاجة غريبة في عيون كارلوس، نظرة شبه نظرة المجرمين الكبار اللي بيشوفهم في التلفزيون. الولد التاني حاول يتدخل. ايه يا استاذ، احنا بنهزر. وقرب على كارلوس من ظهره عشان يبعده، لكن قبل ما يمد ايده كارلوس لف بسرعة ومسكه من التيشيرت وجابه قدامه. بص له وقال: الهزار ده ممكن يقتل، انت فاهم؟ التاني وشه اصفر وسكت. سابهم كارلوس وراح ناحية لويس اللي كان واقف مرعوب ومش مستوعب اللي بيحصل له. قال له بهدوء: انت كويس يا ابني؟ لويس قال بصوت بيترعش: ايوه شكرا. كانت دموعه في عينه من الخضة والإهانة اللي كان حاسس بيها قبل ما يجي كارلوس. كارلوس حط ايده على كتف لويس وقال له: ما تخافش، طول ما انا موجود محدش هيقدر يأذيك. وبص للوادين المتنمرين وقال لهم: يلا روحوا قبل ما اكبر الموضوع. الاتنين جريوا من غير ولا كلمة. بعد الموقف ده ساب كارلوس لويس يمشي للبيت ومشي وراه من بعيد لحد ما اتأكد انه خلاص بقى في طريق امان. حس بضيقة جواه. المشهد ده فكره بنفسه وهو صغير، ايام ما كان ولد ضعيف في حتة خطرة وبرضه كان في اللي بيضايقوه، لحد ما في يوم مسك السلاح واخد حقه بايده. افتكر ازاي السكة دي ودته لفين. كمل طريقه وهو بيحاول ينسى الذكرى الوحشة دي، وقال لنفسه: لا، مش هسيب الولد ده يضيع زيي. تاني يوم في المدرسة الجو كان أهدى شوية في فصل كارلوس. الخبر انتشر بشكل ما إن الأستاذ الجديد وقف للمتنمرين عند حدهم. العيال بقوا باصين له باحترام، حتى الولد المتنمر دخل الفصل مكسوف ومش عايز يبص في عين كارلوس. لويس على الناحية التانية كان قاعد في مكانه رافع راسه شويتين أكتر من المعتاد، وعينه بتلمع كل ما يبص للأستاذ كأنه شايفه بطل. كارلوس لاحظ الكلام ده بس ما اتكلمش، كمل درسه عادي وكأنه مفيش حاجة حصلت، لكنه كان حاسس إنه كسب ثقة الولد ده على الأقل. بعد الحصة لاحظ كارلوس ماريا قبل ما تخرج. كانت طول الوقت هادية زيادة عن اللزوم وباين إنها مرعوبة من أي حد يكلمها. راح لها وقال لها: يا ماريا أنت كويسة؟ محتاجة أي حاجة؟ ماريا ردت بسرعة وقالت: لا يا أستاذ أنا تمام. بس صوتها كان متردد وعينها ما بتطلعش عن الأرض. كارلوس ما ضغطش عليها قوي واكتفى إنه يقول لها: لو احتجتي أي حاجة أنا موجود، ما تتردديش. قالت له تمام ومشيت بسرعة. فضلت ماريا في دماغه. علامات الخوف اللي شافها عليها مش غريبة عليه، شافها قبل كده في عيون ناس كتير، ضحايا، رهاين أو حتى أفراد من عصابته زمان لما كانوا بيخافوا منه شخصيا. ده مش شكل بنت عادية في مدرسة، في سر ورا السكوت ده. قرر يتابع الموضوع على الهادي. في يوم بعد ما المدرسة خلصت لمح ماريا ماشية لوحدها بسرعة كأنها عايز توصل لبيتها قبل ما الدنيا تليل. قرر يمشي وراها من بعيد من غير ما تحس. فضلت ماشية لحد ما خرجت من شوارع الحي الهادي ودخلت منطقة شعبية. الشوارع فيها ضلمة، البيوت هناك قديمة ومتهالكة. وقفت ماريا قدام بيت صغير من دورين، الشبابيك فيه مكسرة ومن جوه ضلمة. قبل ما تطلع على السلالم سمع كارلوس صوت راجل بيزعق جوه: انت فين يا بنت؟ داخلة متأخرة ليه؟ ماريا اتجمدت لحظة على الباب وبين الخوف أكتر على وشها ودخلت بسرعة. كارلوس حس إن قلبه اتقبض. الصوت ده مليان غضب واحتمال كبير يكون هو سبب الكدمات اللي على وشها. قرب من باب البيت بهدوء وحاول يبص على شباك مكسور على جنب. شاف راجل ضخم قاعد على كنبة قديمة جوه، شكله سكران وبيبص لماريا بطريقة وحشة. الراجل مسك حزام جلد جنبه وكارلوس فهم هو ناوي يعمل ايه. في ثانية ومن غير تفكير زيادة كارلوس خبط على الباب خبطة قوية. الصوت جوه سكت. بعدين الراجل قال بخشونة: مين؟ كارلوس رد بصوت رسمي: مساء الخير، أنا مدرس بنتك ماريا، ممكن أكلمك دقيقة؟ فتح الراجل الباب وهو مكشر وعينيه حمرا من تأثير الشرب. قال بعصبية: أنت مين يا أستاذ وعايز إيه؟ جاي لحد عندنا ليه؟ كارلوس حاول يبتسم ابتسامة خفيفة دبلوماسية وقال: عايز أطمن على ماريا، لاحظت إنها اليومين دول مش مركزة في الفصل وحبيت أعرف لو في حاجة مضايقاها في البيت. ماريا كانت واقفة ورا أبوها وعينها مليانة دموع. أبوها بص ورا عليها وقال: مفيش حاجة والبنت زي الفل. يلا يا أستاذ، يلا اتفضل اطلع بره، مالكش دعوة. وقفل الباب في وش كارلوس. كارلوس وقف ثواني يفكر، حس بالدم بيغلي في عروقه وسمع جوه صوت الأب بيعلى تاني على ماريا. واضح إنه هيكمل اللي كان هيعمله. كارلوس خد نفس عميق وبعدين فتح الباب بقوة قبل ما الأب يلحق يودي إيده عند بنته. الباب ما كانش مقفول بالمفتاح، اتفتح بسهولة لدرجة خلت الراجل يرجع لورا من المفاجأة. قال الراجل بغضب: أنت بتعمل إيه؟ هتدخل بيتي بالعافية؟ كارلوس دخل ووقف بين الراجل وبين ماريا اللي كانت مرعوبة وقال للأب بصوت واطي لكن فيه تهديد واضح: قلت لك عايز أتكلم معاك. الأب اتجنن وصوته عالي: اخرج يا، وفضل يشتم ألفاظ قذرة ورفع الحزام اللي في إيده عشان يضرب كارلوس بيه. ودي كانت الغلطة اللي عملها. وفي لحظة كارلوس مسك طرف الحزام قبل ما ينزل عليه وضرب الراجل بكوعه في قلبه ضربة خلت نفسه يتقطع. وقع الحزام من إيده. الأب مصدوم من الألم حاول يهجم عليه تاني
لكن كارلوس لف دراعه وراه وحشره في الحيطة. قرب من ودنه قلب انفعال. اسمعني كويس، لو لمست شعر من بنتك تاني أنا هكون أول واحد يعرف، وساعتها هوريك جحيم عمرك ما شفته، فاهم؟ الراجل فضل يشتم لكنه ما قدرش يتحرك من ايد كارلوس. كارلوس شد دراعه اكتر وقال قول فاهم. الراجل صرخ فاهم فاهم. كارلوس ساب دراعه فجأة، فالراجل وقع على ركبته وهو بيتنفس بصعوبة. ماريا كانت واقفة بتبص بدهشة وخوف. قرب منها كارلوس وحاول يهديها. ما تخافيش، خلاص أنا جنبك. البنت دموعها نزلت وهي بتبص لأبوها المهدود على الأرض. كارلوس طلع ورقة من جيبه وكتب عليها رقمه، وقال لها بصوت حنين لو حصل أي حاجة تاني كلميني فورا، أنا هساعدك ما تخافيش. ماريا خدت الورقة وإيدها بتترعش وقالت بصوت مبحوح حاضر وشكرا جدا. كانت لأول مرة ترفع عينيها ليه، بصت له بنظرة امتنان وأمل مختلفة تماما عن نظرات الخوف اللي كان شايفها دايما. قبل ما يمشي كارلوس بص للأب اللي لسه واقع ومش قادر يقف كويس وقال له خليك فاكر كلامي ها. الراجل مردش بس كان باين الرعب على وشه. خرج كارلوس من البيت وقفل الباب وراه بهدوء. خد نفس عميق من الهواء البارد بره. ايده كانت بتترعش تاني، مش من الخوف لكن من الغضب المكبوت. عمره ما تخيل انه هيعرف يوقف واحد زي ده عند حده من غير ما تحصل مصيبة. زمان كان ممكن ما يرحمهوش. بص لنفسه ولاحظ انه اتخدش خدش صغير من طرف الحزام على دراعه، لكن ده ما يهمش. المهم ان ماريا تبقى بخير. تاني يوم ماريا دخلت الفصل وعينها مش على الارض زي الاول، لسه هادية بس كارلوس لاحظ انها بتبص له من بعيد وبتبتسم بخفة اول ما عينهم تيجي في عين بعض. ابوها بطل يبان قدام المدرسة، وفي خلال الايام الجاية سمع كارلوس من ماريا ان باباها بقى اهدى شوية ويمكن كمان ابتدى يبعد عن الشرب. كارلوس شجعها تتكلم مع الاخصائية الاجتماعية في المدرسة عشان يساعده في حل المشكلة رسمي. حس براحة لانه قدر يفرق في حياتها حتى لو بالطريقة اللي يعرفها احسن من طريقة الشارع، من غير ما يتجاوز الحدود. بس الدنيا بتسيبش حد في حاله. مشكلة لويس اتحلت تقريبا وماريا ابتدت تتعافى نفسيا، لكن لسه في دييجو. الولد ده كان لافت نظر كارلوس لانه شبهه لما كان زمان. دييجو ولد مراهق اكبر من زمايله، جسمه مليان شويه وعنده تاتو صغير في دراعه مخبيه تحت القميص. بس كارلوس لمحه في مره. الولد ده بيتعامل ببرود مع المدرسين وبيغيب كتير، ولو حاضر بيبقى سرحان ومش مركز خالص. في يوم بالصدفه كارلوس لمح دييجو واقف بيتكلم مع شابين شكلهم مش من المدرسه، كانوا قاعدين في اخر الشارع ولابسين لبس شبه عصابات الشوارع وبيسلموا على بعض كأنهم بيتفقوا على حاجة. كارلوس عرف إن الوضع خطير بعد ما خلصت الحصة الأخيرة. ليه دييجو بيحاول يخرج بسرعة من المدرسة من غير ما حد ياخد باله. كارلوس لحقه على باب الفصل وقال له ثانية يا دييجو، عايز أتكلم معاك في كلمتين. دييجو لف نص لفة من غير ما يبص في عين كارلوس وقال له مستعجل يا أستاذ، بكرة. حاول يمشي لكن كارلوس مسك دراعه وقال له الموضوع مهم مش هياخد دقيقة. دييجو وقف وهو متضايق وقال خير في ايه؟ كارلوس قفل باب الفصل عشان يبقى الكلام بينه وبين الولد على الانفراد. قال بهدوء انا ملاحظ انك مش مركز اليومين دول وبتغيب كتير، وبصراحة شفتك بتكلم شوية شباب برا المدرسة شكلهم مش طلبة. دييجو عينه برقت وقال وحضرتك مالك، انت هتفتش ورايا؟ كارلوس رد بنفس الهدوء انا مدرسك وايوه مالي، ولو في حاجة خطر عليك ده شغلي اني احميك. دييجو سكت لحظة وبعدين ضحك وقال تحميني؟ انت بتعرفش انا بعمل ايه ولا بتعامل مع مين، وبعدين انت فاكر نفسك هتحل مشاكل الدنيا؟ كارلوس قال بصوت اوطى طب فهمني انت بتعمل ايه ومع مين، جايز اقدر اساعد فعلا. دييجو توتر وقال مفيش حاجه، سيبني في حالي يا استاذ. حاول يفتح الباب ويمشي لكن كارلوس قال له جمله خليته يقف مكانه. قال له انت خايف منهم مش كده؟ العصابه اللي بره دي فاكر ان هم هيدوك امان وقوه. دييجو ضرب الباب بغضب ما تتدخلش، انت ما تعرفش حاجه عن اللي بعيشه. كارلوس بهدوء رفع كمه شويه وكشف عن ندبه طويله في دراعه كانت باينه بوضوح. قال بصوت فيه وجع قديم انا كنت مكانك قبل كده واكتر واحد ممكن يفهم. دييجو بصله باستغراب مكانك ازاي يعني؟ كارلوس لف دراعه الناحيه التانيه وظهر وشم باهت كان مخبيه كويس. الوشم ده كان رمز معروف لعصابه كبيره زمان. دييجو اتصدم وقال انت ايه ده؟ كارلوس غطى دراعه بسرعه تاني وقال زي ما سمعت كنت زعيم عصابه، حياتي كلها زمان كانت قتل وضرب وفلوس حرام. شفت رعب وسببت رعب للناس، شفت اصحابي بيموتوا قدامي واحد ورا التاني. النهايه معروفه يا دييجو، يا اما السجن يا اما القبر. دييجو كان واقف مصدوم. المدرس اللي قدامه اللي دايما هادي ومحترم طلع مجرم قديم. قال بتردد طب ايه اللي خلاك تبطل؟ كارلوس بص على الارض وقال بحزن قصه طويله. خلينا نقول ان في موقف خلاني اصحى لنفسي. شفت ابرياء بيدافعوا تمن افعالي،
وقتها كرهت نفسي وقررت أسيب البلد كلها وأدور على حياة نظيفة يمكن أكفر عن ذنبي. ووصلت لهنا. رفع عينه لدييجو تاني وقال: أنا مش عايز اللي حصل لي يحصل لك، أنت لسه صغير والطريق اللي ماشي فيها هتندم عليه طول عمرك. دييجو عينيه دمعت من غير ما يحس. حاول يخبي ده بس صوته فضحه. بس أنا ما عنديش اختيار تاني. المنطقة بتاعتنا خطر، ولو ما كنتش معاهم هبقى لوحدي وهياكلوني. وبعدين دول عاملين لي احترام. قال كلمة احترام بنبرة مرة كأنه عارف إنها مزيفة. كارلوس قرب منه وحط إيده على كتفه. الاحترام الحقيقي إنك تبقى إنسان مسؤول عن حياتك وبتحقق حاجة لنفسك. العصابة عمرها ما هتديك ده، دي بتستغلك وبس. أنا عارف إنك خايف تخرج، بس أنا معاك، ولو حاولوا يقربوا منك تاني هنوقفهم سوا. دييجو قال وهو حزين: أنت مش فاهم، أنا فعلا خلاص اتورطت معاهم. عندي مقابلة معاهم بالليل، ولو ما رحتش أو رفضت اللي هيطلبوه مني هيأذوني وهيأذوا أهلي. كارلوس استغرب وقال: لقاء إيه؟ إيه اللي هيطلبوه؟ دييجو رد بخوف: عايزين نشارك في عملية سرقة محل صغير النهاردة بالليل عشان أثبت ولائي. قالوا لي لو ما عملتش كده هبقى بره وهيدوروا عليا بعد كده. كارلوس اتنهد تنهيدة جديدة وهو بيحسب الأمور. دييجو فعلا في خطر حقيقي ومفيش حل سهل. لو بلغ البوليس ممكن يقبضوا على العيال دول، بس احتمال كبير دييجو نفسه يتأذى قبلها أو حتى يتقبض عليه معاهم. ولو حاول يقنع دييجو ينسحب العصابة هتنتقم منه. مفيش مفر غير إن كارلوس يتدخل بنفسه. بص لدييجو وقال: بص يا ابني، انت مش هتروح لوحدك، انا هاجي معاك هناك. دييجو اتصدم: ايه؟ لا ما ينفعش، هيقتلوني. كارلوس ابتسم ابتسامة وفيها ثقة: ما تقلقش عليا، انا شفت منهم كتير، وبعدين دول شوية عيال صغيرين مش عصابة كبيرة قوي يعني. دييجو حس ببصيص امل وقال: طب هتعمل ايه؟ كارلوس رد: هنفكر في خطة بسيطة. وقعد يكلمه شوية بهدوء ويوصيها يعمل ايه وما يعملش ايه. هز دييجو راسه بالموافقة وهو خايف. وجت ليلة المواجهة. اتجمعوا شوية من العصابة الصغيرة في مخزن مهجور. المكان ضلمة وكله كراكيب قديمة، وفي شوية موتوسيكلات مركونة على جنب. كان في 4 مستنيين، وواحد شكله القائد لابس جاكيت جلد، والتلاتة التانيين حواليه ماسكين آلات حادة. دييجو دخل من باب جانبي متردد، قلبه بيدق بسرعة. القائد قرب منه وقال: تمام يا بطل، جاهز؟ المحل اللي هنتسحب عليه قريب من هنا. دورك بسيط، هتخش تكسر القفل وتلم الفلوس اللي في الدرج، ولو سمعت صوت او شفت شرطة صفر لنا، مفهوم؟ دييجو بلع ريقه من التوتر، وفجأة صوت جه من الضلمة عند باب المخزن المفتوح وقال: دييجو مش هيعمل كده. كلهم لفوا بسرعة ناحية الصوت. كارلوس دخل وعينيه بتلمع في الضلمة. القائد قال بغضب: انت مين يا عم؟ كارلوس بص له وقال: انا مدرس الولد ده وجاي ارجعه للطريق الصح. الشلة كلها انفجرت من الضحك. واحد منهم قال: شكلك تايه يا استاذ ولا ايه؟ القائد شاور لواحد من اللي تبعه وقال له: خلصنا منه. الولد الضخم اللي شاور له طلع آلة حادة وجري ناحية كارلوس من غير تفكير. دييجو صرخ: لا! لكن في أقل من لحظة كارلوس قدر إنه يتفادى الطعنة، وضرب الولد الضخم ده ضربة خلت السلاح يطير من إيده. قبل ما الولد يستوعب كارلوس اداله بالبوكس في صدره ووقع بيها على الأرض وهو بيكح. القائد وشه اتغير ومبقاش بيضحك. قال للباقيين: هاتوه. الاتنين الباقيين هجموا سوا على كارلوس. الأولاني جه يضربه ولكن كارلوس ضربه برجله، والتاني ضربه من الجنب التاني بآلة حادة في كتفه. كارلوس اتحمل الوجع ومسكه من هدومه ورماه على زميله اللي كان بيحاول يقوم، والاتنين وقعوا فوق بعض. القائد ما صدقش عينيه. مدرس بيتصرف زي مقاتلين وشر رجاله في ثواني. قرر يتصرف بنفسه. طلع مسدس صغير من جيبه ووجهه ناحية دييجو اللي كان مرعوب وواقف بعيد. قال القائد بصوت عالي: خطوة كمان يا بطل وانا هفجر دماغ الواد ده. كارلوس وقف مكانه ورفع ايده، عقله بيفكر بسرعة في مخرج. بص للقائد وقال: اهدى، خلاص خلاص اهدى. القائد ابتسم ابتسامة نصر وقال: تمام، شكلك بقيت عاقل. كنت مفكرني هسيب الواد ده يهرب مني؟ ده بتاع انا اللي لقيته. في اللحظة دي دييجو استجمع شجاعته بشكل مفاجئ وضرب القائد بكوعه في جنب بطنه بكل قوة. الحركة دي خلت القائد يتوجع اللحظة وبعد مسدس عنه. ما صدقش ان الولد نفسه هو اللي ضربه. اتجنن وقال وهو بيوجه المسدس لدييجو: يا ابن لكن قبل ما يكمل شتيمته او يضغط الزناد كارلوس كان وصل عنده وضربه على معصمه ضربة خلته يرمي المسدس غصب عنه. المسدس وقع وطلعت منه طلقة جت في السقف. القائد اتعصب اكتر بعد ما وقع منه المسدس. حاول يضرب كارلوس باللكومية لكن كارلوس صد الضربة. حصل بينهم ضرب متبادل. القائد ضرب كارلوس على وشه فتعور كارلوس ونزل دم بسيط، وكارلوس رد له الضربة ببوكس في فكه خلى اسنانه اتكسرت. فضلوا يتعاركوا لثواني
كأنها ساعات بالنسبة لدييجو اللي واقف مرعوب وعايز يساعد بس مش عارف يعمل ايه. في الآخر كارلوس شد القائد من جاكته ورماه على الأرض وطلع فوقيه وثبته. القائد بيقاوم زي حيوان جريح، لكن كارلوس مسكه جامد ومستعد ينزل عليه ببوكس أخير. عيون كارلوس كانت كلها غضب، نوع الغضب القديم المدفون من سنين. رفع ايده لسه هينزلها على وش القائد ضربة ممكن تكسره، فجأة افتكر صحابه واللي ماتوا بسببه. ايد كارلوس وقفت في الهواء قبل ما تنزل على الراجل اللي تحته. الراجل كان مغمض عينيه مستني الضربة اللي ممكن تخلص عليه. كارلوس أخد نفس عميق ورجليه بتتهز من الانفعال، وبص حواليه لقي التلاتة التانيين مرميين على الأرض، والقائد تحته وشه متغطي بالدم والتراب، ودييجو واقف قريب منهم ملهوف وخايف من كارلوس زي ما كان خايف من العصابة. افتكر نفسه زمان وهو فاقد السيطرة وبيضرب حد بلا رحمة، وافتكر إنه حلف إنه ما يرجعش للطريق ده تاني. وقف كارلوس من على القائد وهو تعبان ومد إيده للقائد اللي على الأرض كأنه بيساعده يقوم. الراجل كان مذهول ومش مصدق، مسك إيد كارلوس وقام بصعوبة. كارلوس قرب منه وقال بصوت واطي: امشوا وما ترجعوش هنا تاني، ولو عرفت إنكم قربتوا من أي ولد من المدرسة هتبقى مشكلة كبيرة جدا ليكم. القائد كان مرعوب لدرجة إنه هز راسه بالموافقة من غير ولا كلمة، وشاور لرجالته يساعدوا بعض ويخلعوا. لموا نفسهم وجريوا بره المخزن. المخزن بقي هادي مفيهوش غير كارلوس ودييجو. عدى كارلوس جنب دييجو وحط ايده على كتفه بحنان وقال له: انت كويس؟ دييجو عيونه كانت مليانه دموع فرح ورعب في نفس الوقت، وقال: ايوه، انت انقذتني. كارلوس قال له: لا، انت اللي انقذت نفسك لما قررت تقف مع الصح. دييجو ما قدرش يمسك نفسه وحضن كارلوس وهو بيعيط وقال له: انا اسف اني ما صدقتكش من الاول. كارلوس قال له: خلاص يا ابني، المهم انك بخير، كله عدى. خرجوا من المخزن بسرعة قبل ما حد يجي يشوف المنظر ولا الشرطة توصل بسبب صوت الطلقة اللي اتضربت بالغلط. مشوا سوا في الشارع الفاضي بالليل. كارلوس حاسس بوجع في ضلوعه من ضربة القائد ووشه مجروح، بس قلبه مرتاح بشكل عمره ما حسه قبل كده. بص لدييجو اللي بيمسح وشه من الدموع وشاف في نفسه وهو صغير وإنه لسه في أمل، وكان ماشي في سكة غلط بس لحق يرجع. قال له: وعدني يا دييجو، اوعدني إنك مش هتفكر تمشي مع ناس زي دول تاني. دييجو قال له بثقة لأول مرة: بوعدك أنا هركز في مستقبلي، يمكن أبقى مدرس زيك في يوم من الأيام. وابتسم لأول مرة قدامه. كارلوس اتفاجئ وبعدين قال له: هتبقى أحسن مني كمان. تاني يوم في المدرسة وصل كارلوس الفصل متأخر شوية عن المعتاد. جسمه كان مكسر بس حاول ما يبينش تعبه. استقبله منظر عمره ما شافه قبل كده. الفصل كله كان هادي ومنتظم ومستنيه. أول ما دخل وقفوا كلهم كأنهم بيحيوه، وعلى وشوشهم ابتسامة صغيرة. واضح إن دييجو حكى لزمايله القريبين منه حاجة، أو يمكن لويس أو ماريا نقلوا برضه خبر عن اللي عمله معاهم. كأن الطلبة بدأوا يشوفوه مش مجرد مدرس غريب لكن قائد حقيقي ليهم. كارلوس شاور لهم إنهم يقعدوا وقال بابتسامة خفيفة: إيه النظام ده؟ أنتوا عاملين مؤامرة ولا إيه؟ وكم طالب ضحكوا وقعدوا. بدأ الدرس بشكل عادي، لكن قلب كارلوس كان مليان سعادة وفخر. وهو بيشرح عينه وقعت على لويس، لقاه مندمج وبيشارك مع صحابه، شكله بقى اجتماعي أكتر. ماريا رفعت إيديها وسألت سؤال بصوت واضح لأول مرة. كارلوس ابتسم لها وشجعها. بعدين لاحظ إن دييجو قاعد في أول مقعد بدل ما كان مستخبي ورا، ماسك كتابه وبيتفاعل كأنه طالب جديد ملوش دعوة باللي فات. اللحظة دي بالنسبة لكارلوس كانت أحسن من أي مكسب شافه في حياته القديمة. بعد الحصة وهو بيجمع حاجته لقي التلاتة، لويس وماريا ودييجو، واقفين قدامه. لويس اتكلم الأول بخجل، قال: أستاذ كارلوس، شكرا إنك وقفت جنبي. وماريا وراه قالت: وأنا كمان، حضرتك أنقذتني. ودييجو قال بصوت واثق: حضرتك غيرت حياتي. كارلوس حس إن الكلام بيحرجه بس في نفس الوقت بيفرحه. ابتسم وقال: أنا بس عملت الواجب واللي أي حد عنده قلب هيعمله. دييجو قال له: لا، ناس كتير كانت هتخاف، أنت ما خفتش. ماريا كملت وقالت: وكمان كنت ممكن تتأذي عشاننا. كارلوس ببساطة رد وقال: انتوا زي ولادي، ولو ولادي في خطر هعمل المستحيل عشان أحميهم. الكلمات طلعت من قلبه بجد. أول مرة يحس بالمشاعر دي من سنين طويلة. افتكر إنه زمان كان مستعد يموت عشان رجالته لأنهم كانوا بالنسبة له عيلته، لكن دلوقتي بقى عنده عيلة أكبر وأهم، عيلة من أطفاله وطلابه اللي محتاجينه. في آخر اليوم وقف كارلوس قدام بوابة المدرسة وبص وراه على المبنى. افتكر كل اللي حصله من يوم ما وصل هنا. كان قد إيه تايه وخايف حد يعرف ماضيه، وقد إيه كان شاكك إنه يقدر يبقى مدرس كويس. دلوقتي عرف إن كل لحظة من الماضي الوحش اللي عاشه قبل كده كانت تجهيز عشان اللحظة دي، إنه يستخدم الخبرة المظلمة دي في إنه ينقذ بيها حد تاني من الضلمة. ساب المدرسة ومشي في طريقه للبيت، عقله سرحان في اللي جاي. هو عارف خلاص إن مشواره لسه مخلصش. كل طالب عنده حالة خاصة ومشاكل حياة ما بتخلصش.
ماضيه ممكن يكون سابه هناك بعيد، بس أثره لسه جواه. بيستخدمه بحكمة بدل ما يسيبه يتحكم فيه. يمكن في يوم من الأيام الجاية يواجه اختبار أصعب، أو حد من ماضيه يطلع له، مين عارف. بس دلوقتي هو جاهز لأي حاجة. وبس، خلصت القصة. ولو عندك قصة واقعية يا ريت تبعتها على انستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقيه تحت في الوصف وفي أول تعليق. وبس، متنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد والشير، يا ريت، ها الشير. ويلا سلام.